تعرف ان الورد هو السبب في وجود حاجه اسمها ماركتينج؟ التسويق بالعموله او الافلييت بالشكل الحالي مش فكره جديده بالمره، دي حاجه موجوده من زمان وشغاله من سنه 1989، من قبل حتى وجود التكنولوجيا المتعارف عليها زي السوشيال ميديا والسمارت فون. ويعتبر من مؤسسين الفكره هو الاب الروحي للتسويق بالعموله هو ويليام توبين. ويليام توبين اتولد سنه 1940 وكان طفل بيحب يهتم بالجنينه بتاعته، وفي مره جات له فكره وهو بيروق على الجنينه كده هو انه ياخد الورد ويبيعه. وبدا فعلا ويليامز يعمل بيزنس من ورا بيع الورد، وبدا البيزنس ده يكبر معاه. وكبر ويليام ودخل الجامعه، وفي سنه 1959 كان ويليام طالب جامعي عادي انه بيخرج من الجامعه يروح يشتغل يبيع الورد بتاعه. وعلى ما اتخرج ويليام كان البيزنس بتاعه كبر معاه، وكان عنده ساعتها عربيتين لنقل الورد و12 عامل شغالين معاه. وتمر السنين وتيجي سنه 1988 ويأسس ويليام ساعتها شركته بي سي فلاورز اند جيفتس، ويعتبر دي اول شركه في العالم يطلق عليها مسمى افيليت. لو مش عارف يعني ايه افيليت هو التسويق بالعموله. يعني انت بتسوق لمنتج هو اصلا مش بتاعك، هو مجرد انك بترشح المنتج للناس تشتريه وبتاخد عموله على كل قطعه بتتباع. وكانت فكره الورد اللي بيتباع اونلاين دي جديده وغريبه وحققت نجاحات كتيره. وفي سنه 1991 حققت الشركه مبيعات ب 6 مليون دولار من الورد بس. وفي سنة 1998 كان انضم ليهم أكتر من 3000 مسوق بالعمولة. الأفلييت أو التسويق بالعمولة دلوقتي بقى ليه شكل مختلف أكتر وبقى أكبر وفي منتجات أكتر. وطبعا ما نقدرش ننسى نذكر أكبر أفلييت موجود في العالم حاليا وهو أمازون. أمازون من تأسيسها سنة 1996 وهي متبنية فكرة الأفلييت اللي أصلا ابتكرها ويليام توبين، بس طبعا على حجم أكبر بكتير. يعني لولا واحد زي ويليام توبين ده قرر إن هو يبيع شوية الورد اللي عنده في الجنينة ما كانش هيبقى في حاجه زي امازون. وبس كده، لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، وسلام.